بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في هذه الحلقة جيت نتكلم لكم على الصفحة ديال وليد الركراكي باش نغلقوها وندوزو لحوايج آخرين مازال تابعنا الخدمة. الصورة ديال وليد المونديالية اللي دار في المونديال دار فيها خدوش كبيرة. المدرب اللي كان كيتقارن بزيدان وبغوارديولا وبديديشون وبالمدرب الآخرين الكبار، حتى لين غادي نبقاو عايشين في الانجاز اللي درنا في كاس العالم. 98 المدرب اونري ميشيل دار بينا ان بون باركور، واخا ما دزناش للدور الثاني وصل بينا للمرتبه 10. انت راك وصلتي بينا غير 11. المدرب كان كيلعب كره ديال بصح كره واعره. وملي رجعوا للمغرب قال لهم غادي ندير معكم ندوه صحفيه. ملي داروا الندوه الصحفيه قال لهم شوفوا انا غادي نعطيكم السوارد ديالكم لانني ما نقدرش نفرح الشعب المغربي. الشعب المغربي اللي فرح بزاف، والاستقبال ديال الراحل الحسن الثاني ما يمكنش لهذا الجمهور اللي كان قال لي يحيى اونري ميشيل يجي دابا ويقول لي اونري ميشيل ديغاج. الراحل المهدي فاريا في كاس العالم 86 قدر يدير معنا انجاز كبير ويدوزنا لشمول النهايه. كان اول فريق عربي وافريقي كيدوز لهذه المرحله هذه. في كاس افريقيا 88 وصلنا للدومي فينال، خسرنا مع الكاميرون وتعدى علينا عيسى حياته وتعدات علينا الكونفدراليه الديمقراطيه. انت راك وصلتي بينا غير لشمول النهايه. الراحل المهدي فاريا خرج وقال لهم سمحوا لي غادي نمشي في حالي لانني ما نقدرش نفرح الشعب المغربي ونفرح المغاربه كاملين. اليوم السي وليد بغيناك تشوف التعاليق ديال الناس، التعاليق ديال المحللين الكبار وديال الصحفيين اللي قالوا لك خاصك تمشي في حالك. حنا ماشي معاهم، مازال جاي الهضره. معلم حسن شحاته 2006 2008 2010 بدا 3 الكؤوس ديال الافريقيه متابعين. هادشي بغينا نقولوا ليه للسي عز الدين أناحي اللي قال لك حكا المصريين كيطيحوا كيبقاو يطيحوا. انت سيدي دير بحالهم، دير بحال حسام حسن، بحال ابراهيم حسن، بحال عصام حضاري، بحال ابو تريكه، وجيب لينا غير كاس واحد. الموقف ديالنا مع وليد حنا معاك، حنا دايما معاك، ولكن راه 3 المواقف هي اللي كتشفع ليه. الموقف الاول هو الانجاز اللي دار في كاس العالم الاخرى اللي شرف المغرب وشرف المغاربه، وحنا ما كنساوش هادشي كامل. المعطى الثاني هو كاس افريقيا الجاي غادي تنظم في بلادنا، يعني كلشي ديالنا وما عندناش شي حجه باش ما نربحوش. المعطى الثالث هو وليد خصو يريح مع راسو ويرتاح مع راسو واحد شويه ويفكر مزيان اللعابه اللي غادي يشارك بهم. نتمنى هذا الموقف ديالي يكون يعجبكم، والحلقه الجايه باذن الله. السلام عليكم.